هارد لك منتخبنا الوطني العراقي، معوضين إن شاء الله في تصفيات كأس العالم. ألف مبروك للمنتخب السعودي تأهله إلى نصف النهائي. الخاسر الأكبر في كأس الخليج 26 في الكويت هو المنتخب العراقي، لأنه تذيل المجموعة، والرابح الأكبر المنتخب السعودي. السبب أنه الإعلام السعودي استغل موضوع كابتن يونس محمود أسطورة العراق بصورة صحيحة، وشحن لاعبين المنتخب السعودي والجمهور السعودي لدعم المنتخب السعودي أو دعم الكرة السعودية بالكامل. تنحسب للإعلام السعودي استغلاله الموضوع كابتن يونس محمود. طبعا الفيديو هو ما بيه أي إشكال، ولكن الإعلام السعودي استغله بصورة صحيحة. هذه تنحسب للإعلام السعودي بصراحة. نتمنى إن شاء الله من إعلامنا العراقي في المستقبل أو في المباريات الباقية في تصفيات كأس العالم يستغلون أي حدث لدعم المنتخب العراقي بصورة صحيحة. بصراحة المنتخب السعودي قبل البطولة كان وضعه النفسي والفني سيء جدا. بين مانشيني وعودة رينارد كان ضايع. في البطولة هذه أو في مباراة العراق بالذات، بغض النظر عن مباراة اليمن والبحرين، أهم مباراة كانت إلى هذه أعاد بها الحالة النفسية للمنتخب السعودي، وراح يرجع للتصفيات أفضل من ما كان قبل البطولة. طبعا أكو كثير رابحين بالبطولة بصراحة. المنتخب الكويتي رابح أساسي بالبطولة، أيضا المنتخب البحريني، المنتخب اليمني، ولكن الرابحين الأساسيين والخاسرين الأساسيين هو المنتخب العراقي والسعودي. قبل البطولة كان المنتخب العراقي نفسيا في القمة، ثاني تصفيات كأس العالم بعد كوريا ب3 نقاط. بصراحة كان يفترض أنه هذا المنتخب اللي دا يلعب التصفيات ما يلعب كأس آسيا، لأنه كأس العالم هو الأهم. كان يفترض اللاعبين اللي ما كانوا يلعبون 90 دقيقة في التصفيات يلعبون في كأس الخليج، وقسم من لاعبين الدوري العراقي أو المحترفين اللي أساسا يعني موجودين بس ما لاعبين 90 دقيقة. ما كان راح يكون هذا الضغط الكبير على منتخبنا. هذا يعني تكتيك إداري غير عن الموضوع الإعلامي، ولكن هاي إداريا وفنيا كانت راح تخدم المنتخب العراقي، وتبقى الصورة للمنتخب العراقي في التصفيات ثابتة أنه هو ثاني تصفيات كأس العالم بعد كوريا الجنوبية. يعني إشكالات كبيرة وانفتحت مواضيع كثيرة عن الاتحاد وعن كاساس. كان يفترض أنه يعني يلعب بلاعبين شباب ما لاعبين 90 دقيقة. بهذه الحالة لما راح تلعب بشباب ما لاعبين 90 دقيقة، غير أيمن حسين، غير بايش، يوسف الأمين يلعب 3 مباريات 90 دقيقة لأن ما لعب 90 دقيقة. زيدان إقبال كذلك ممكن تلعبه، ولكن الأساسيين حتى جلال حسن هذا يعتبر أساسي. الأساسيين ما لعبهم 90 دقيقة. خلي صورتهم اللي كانوا يلعبون بها في التصفيات نفسها، لا تغيرها. يعني بصراحة نفسيا هبطوا. من راح يجي يلعب مع المنتخب الكويتي والفلسطيني الشهر الثالث راح تكون نفسيته أو شخصيته مهزوزة نوعا ما. كان استثمرناها إداريا وفنيا إذا لعبت الشباب في هذه المباريات الثلاثة ويقدمون مستواهم، وأيضا تستفاد من عندهم. طبعا موضوع المباراة كان المستوى الشوط الأول بغض النظر عن موضوع التشكيلات المتغيرة لكاساس، ولكن مستوى الشوط الأول كان نسبيا مو كليا أنه المنتخب العراقي كان أفضل من المنتخب السعودي. ولكن نقطة التحول بصراحة هي ضربة الجزاء. ما نريد نقول شنو الأخطاء اللي صارت. بصراحة هو المنتخب العراقي كله ما عنده التزام بالواجبات ولا بالتكتيك، وأشك أنه أكو تكتيك دقيق 100%.
اللعب كله كان بصراحة بهذه المباراة رجولي، يعني اكو ديربي بين المنتخب السعودي والعراقي. حتى المنتخب السعودي لعبه كان رجولي أكثر من ما هو تكتيكي، ولكن رينارد تدخلاته كانت أفضل من كاساس. نقطة التحول بصراحة بعد ضربة الجزاء. لما صارت ضربة الجزاء يحتاج لنا هدفين، فتغييرات كاساس انه شال الظهير اليمين واليسار سبب انه اجى علينا الهدف الثاني والثالث. يعني صارت الاجنحه عندنا مفتوحه، نزل اظهره بمهام هجوميه. كان مصطفى سعدون بصراحه رغم اشكالنا على مصطفى سعدون وخلافنا معاه انه يفضل يلعب بالشباب اكثر من ما يلعب بالمنتخب الاول لحد ما ينضج ومن ثم يلعب، لان هو يعني احيانا عنده مباراتين ثلاثه مقدم مستوى عالي بصراحه، ولكن يحتاج يبقى بالشباب. فبهذه المباراه بصراحه قدم مستوى عالي بالشوط الاول لحد ما خرج، هو مقدم مستوى عالي. تنقص اللمسه الاخيره انه كيف يوصل الكره بصوره صحيحه للمهاجمين او للوسط. وايضا ماكنزي فلما اخرجهم ونزل اظهره بمهام هجوميه، الجوانب عندنا بالخلف بقينا بس ثلاثه دفاع قلوب دفاع سجلوا علينا الهدف الثاني والثالث. صراحه الحمدان يعني بمباراه واحده صار محمد صلاح جاب هدف نفس اهداف محمد صلاح. هذا الدافع النفسي، الدعم. الاعلام السعودي حول الحمدان الى محمد صلاح. وايضا لاعبينا ميمي بصراحه رجع المستوى وسجل هدف وخطر المرمى اكثر من مره. ولكن مثل ما قلت رينارد تبديلاته وتكتيكه وقراءته للمباراه كانت افضل من كاساس. فالف مبروك للمنتخب السعودي عودته، والف مبروك على هذا الاعلام السعودي اللي هو الداعم الاساسي اكثر بصراحه من رينارد. وهارد لك لمنتخبنا، ونتمنى نشوف اعلام عراقي يدعم المنتخب العراقي بنفس يعني هذا المستوى الاحترافي.